السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب ستة وسيطة بنو تيتا؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة في الفيديو ده ضرب نار من الآخر، عيار التقيل التقيل. هنعمل وصفتنا الرهيبة بمكونات بسيطة زي ما عودناكم في قناة الست بسيطة وبنو تيتا. ازاي هعمل بابا غنون؟ بابا غنون، انا بقول بابا غنون. شايفك يا اللي عماله بتضحكي هناك، هجري وراك اضربك بالشاكوش. بص يا حبيبه قلبي، هنعمل بابا غنون او بمعنى اصح سلطه البتنجان. ايه مكوناتنا يا حبيبه قلبي؟ بتنجان بتجيبيه تقومي عاملاه على النار اللي هو بالمعنى ايه، يتشمع كده لغايه ما يتهري كده. بصوا مهري كده يا قلبهم. وبعد كده يا حبيبه قلبي نقول بقيه مكوناتنا. عندي فلفل حراق رومي وبارد، فلفل حراق رومي وبارد، عندي فلفل حامي ورومي، وعندي طماطمايه كده صغيره، وعندي كام فص توم حلوين، وعندي ملح وكمون. وعندي حبيبه قلبي هنا بقى الطبق ده فيه عباره عن ليمون، وعبارة عن خل، والطحينة بتاعتنا. الطحينة دي يا حبيبة قلبي انا اللي عاملاها في البيت خام، وان شاء الله هبقى انزل لكم الطريقة في اقرب وقت. وهنا عندي بقدونس. طب هتعملي ايه يا بنوته؟ هاخد بتنجاننا يا قلب امه اللي احنا سويناه، والطبق الجميل ده والطبق الحليوه ده، وهحطهم كلهم على النار. على النار ايه؟ في الخلاط. وبعد كده حبيبه قلبي هكون بقى دول مش هحطهم، لا مش هحطهم، هضربهم في الخلاط جامد 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 جامد. وبعد كده هقولك هنعمل ايه. بعد ما ضربنا حبيبه قلبي المكونات اللي احنا قلنا عليها، والله الريحه فوق الرعاه ده. ولسه عندي بقى هنزل بالطحينه، وهنزل يا حبيبه قلبي بمعلقه صغيره من البقدونس، وفي تكايه هعملها عشان ناكل كده سلطه البتنجان ونتمزج بيه. بعد يا حبايب قلبي ما عملت الخليط بتاعنا الجميل ده، عملت ايه بقى؟ جبت شويه بصلايه، ايوه ما انا حمرها فحمايه، واحط الفحمايه الصغنطوطه دي عليها وشويه الزيت، ونقلب بقى على طول بالغطا. هقفلها كده، باظت يا لهوي اهي. نكتمها. دوقوا بقى احلى بتنجان، ما تدوروش ورايا، كله بس وادعولي، واستنى احلى دعوه منكم. وادي يا حبايب قلبي بالتكه البسيطه بتاعت بنوته، ورشيت كده على البتنجان شويه بقدونس من ما هو العين لازم تاكل قبل البق. ودوقي احلى سلطه بتنجان، احلى بابا غنوج هتدوقيه وتقولي كده وتتمزجي بيه. يبقى انا كده تميت مهمتي واديتكوا احلى طريقه للبتنجان. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وهستنى منكم احلى تعليق لاحلى بنوته. وكده انا وصلت لنهايه الفيديو بتاعنا، وفدتكم بعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.